صباح الفل، نهاركم كله رزق. الفيديو ده مهم لاي حد بيفكر يشتري موتوسيكل علشان بقى يقضي مشاويره عشان يشتغل بيه. فانا هرشح لك افضل 5 موتوسيكلات من وجهة نظري الشخصيه، وممكن انت تتفق او تختلف معايا عادي مفيش مشكله. وانا هقول لك على الموتوسيكلات الخمسه اللي انا بفضلها طبعا في ظل الظروف الغريبه ديت اللي احنا عايشينها والاسعار الولعه دي. 5 موتوسيكلات هم بالنسبه لي احسن 5 موتوسيكلات ممكن تجيبهم للشغل وللمشاوير وتقضي بيهم حياتك وينفعوك في المواصلات. لو انت تشتغل تاكل بيهم عيش ينفعوك. خليك معايا لك. طبعا انت متوقع ان انا هقول لك طبعا بنيلي في ال ار لان هو الموتوسيكل بتاعي. هقول لك ان ده اول موتوسيكل ان انت هتشتريه علشان تقضي بيه مصالحك. هو معانا في القائمه بس مش اول موتوسيكل بصراحه ان انت تفكر تشتريه. اخر موتوسيكل في القائمه بتاعتنا اللي هو رقم 5 اللي هو موتوسيكل، مش موتوسيكل واحد، مجموعه موتوسيكلات زي الحلاوه والدار 4 والإليكانتو وموديلات كتير جدا بنفس الشكل. الموتوسيكلات دي كلها هي اصلا اسطمبه واحده، هي بس شركات وموديلات وحاجات كتير كده. سيبك منها، اهم حاجه انت تدور على الموتوسيكل اللي هيديك المميزات المهمه بالنسبه لك. انا بالنسبه لي لو انا هنزل اشتغل بالموتوسيكل هدور على الموتوسيكل انا هعرف اشتغل بيه توصيل طلبات ولا لا، هعرف احط صندوق، هعرف اتنقل بيه، هيوفر معايا في البنزين وفي قطع الغيار وفي الصيانه ولا لا. الموتوسيكل ده هيديك مكان كبير للركاب ان انت تقدر تركب انت واتنين تاني وراك، او انت وواحد وصندوق، او لو انت وصندوق لوحدك. ده اول موتوسيكل معانا. قطع غياره هتلاقيها عند البقال موجوده في كل حته، تنزل لاي ميكانيكي هتلاقيه شغال فيه، فده صيانته سهله وقطع غياره متوفره تلاقيها في اي حته. هتقدر تشيل 3 افراد انت واثنين كمان، تقدر تشيل صندوق. هيوفر معاك في البنزين لو انت اشتريت 150 سي سي بدل ما تشتري 200 سي سي. ال 150 سي سي وال 200 سي سي الفرق ما بينهم كلام فاضي، مش هو الفرق اللي انت تشتريه تدفع فيه فلوس لو ان انت هتطور في ال 50 سي سي ومعاك حاجه تانيه. انا مثلا شاري الفي ال ار ال 200 سوبر سبورت علشان الفرامل سي بي اس، واخد فرامل سي بي اس، فدي ميزه، مش ان انا شاريها عشان 200 سي سي. بعد ما اشتغلت بالموتوسيكل لقيت ال 150 سي سي وال 200 سي سي مش هما الفرق الحقيقي في الفرامل. فانت خليك في الموتوسيكل ده داير 4 او حلاوه إليكانتو او اكسبريس، كل الموتوسيكلات ديت علشان تقدر تحمل عليها صندوق، تقدر تروح بيها مشاويرك بتكلفه اقل في الزيت والصيانه والبنزين. خليك في ال 150 سي سي. الموتوسيكل رقم 4 معانا في القائمه دي هو الهوجن 3. الهوجن 3 ده محبوب الجماهير، كل الناس بتحبه ليه؟ لنفس الاسباب اللي هي اهم اسباب بالنسبه لاي حد بيشتري الموتوسيكل. اول سبب بيوفر بنزين، تاني سبب قطع غياره عند اي حد، تالت سبب تقدر تنزل لاي ميكانيكي يشتغل لك فيه ويعملوا لك صيانه، وانت بعد فتره تقدر تعمل الصيانه دي لنفسك، مش هتحس بفرق. ممكن الحاجات اللي بتعطل هي الحاجات العاديه مش الحاجات الكبيره، وحتى صيانته مع الميكانيكي تكلفتها قليله مش تكلفتها حراقه. تقدر تشيل على الموتوسيكل ده صندوق تشتغل بيه دليفري، تشتغل بيه توصيل طلبات عادي جدا، تقدر تشتغل بيه برده توصيل ركاب وهو بياخد شخص واحد وراك، وممكن تركب عليه 2 بس هتلاقي الثالث ده قاعد على الشبكه الحماله اللي ورا، هيبقى قاعد على الحماله اللي ورا، فطبعا ده هيقلل معاك توازن المكنه، هتفضل انت بقى ماشي عمال تعوم كده، وبيرفع المكنه بدل ما حمل المكنه من قدام على الموتور والشخص اللي سايق، فانت في 2 ورا اتقل منك انت والموتور، فبتلاقي المكنه مش متوازنه والمكنه اصلا واطيه عن الارض، هتلاقيها بتعوم منك جامد. فانت لو هتجيب الهوجن 3 هتجيبه عشان قطع غياره، وهتجيبه علشان صيانته، وهتجيبه عشان حرق البنزين، والزيت بتاعه مش هيكلفك لانه بياخد لزوجه 20-50 زي اغلب الزيوت اللي موجوده، وسعرها اقل من 10-40 والزيوت الداخليه. الموتوسيكل رقم 3 معانا في القائمه وهو الموتوسيكل اللي انا بفضله واللي انا شاريه، لكن مش زي الموتوسيكل بتاعي. الموتوسيكل بتاعي في ال ار سوبر سبورت. الموتوسيكل ده مساعد واحد خلفي، وال 200 سي سي بتاعته زيها زي ال 150 سي سي، مش فارقه كتير. يعني لو انا هرجع اشتري تاني، لو انا مش هاخد الفرامل اللي في ال 200 مش هشتري ال 200 سي سي. ال 200 سي سي دوت انا اشتريته علشان فيه فرامل سي بي اس، اللي هو تدوس فرامل بتمسك معاك الفردتين بدل ما تمسك معاك فرده واحده. البنيلي في ال ار موتوسيكل شكله حلو، تقدر تخرج بيه وتتفسح بيه، تقدر تقعد عليه وتحط عليه صندوق او تحط عليه راكب، ما ينفعش تحط 2 ركاب او صندوق وحد كمان. الموتوسيكل بياخد 2 بس. حرق الموتوسيكل في ال 150 سي سي حرقه حلو جدا، وحتى في ال 200 سي سي انا مش شايف ان هو في حرق عالي. 150 وال 200 سي سي هتلاقي فرق البنزين في التانك كله مثلا 10 جنيه، اللي هي مش حاجه نتكلم فيها. يعني ممكن تتكلم في الزيت ان انت كل 1000 كيلو هتنزل زيت هنا مثلا ب 400 جنيه، وهتنزل زيت بال 150 سي سي ب 150 جنيه. فانا افضل لك ال 150 سي سي، خليك في ال 150 سي سي لو انت جايبه هتقضي مشاويرك الشخصيه وهتشتغل وتاكل منه عيش عشان تقدر تحقق منه اكبر دخل. الموتوسيكل
رقم 2 معانا في القائمه ديت هو موتوسيكل بوكسر. طبعا كلنا عارفين المكنه البوكسر يعني متداوله جدا، لو دخلت اي شارع هتلاقي بدل المكنه 5 من البوكسر دي 5 و6 كمان، تلاقي اغلب زمايلك معاهم المكنه البوكسر. ليه المكنه البوكسر؟ اول حاجه عشان هي هندي، وتقدر تحمل عليها 3 افراد، تشيل انت و2 وراك، او تقعد انت وواحد ومعاك صندوق تشتغل بيه. 150 سي سي، واللي حل موتور البوكسر وشاف البيستم بتاعها صغير، يعني تقريبا 125، مش عارف، هي مكتوب عليها 150، بس انا بحس ان البيستم ده صغير، هتروح بيها اي حته وتقضي بيها مشاويرك. اغلب الناس بتشتريها، برضو شكلها كويس لو انت هتروح بيها الجامعه، لو انت هتخرج بيها مع اصحابك. قطع غيارها والميكانيكيه بيشتغلوا فيها بسهوله جدا. قطع غيارها غاليه شويه، لكن البوكسر من المكن النضيف اللي هو ما بيتمرمطش معاك بسهوله وبيخرب كل شويه. تعالى بقى خليني اخدك كده في لقطه سريعه كده للطريق. انا اصلا جاي الطريق ده مش عارف في اي حاجه ماشيه على اللوكيشن، بس عجبني المنظر وحاولت اصور لكم. الموتوسيكل رقم 1 بقى معلم معانا، هو ما يختلفش كتير عن البوكسر، بس انا بصراحه بفضله عن البوكسر لكذا سبب. تقدر تقول نفس المميزات اللي في البوكسر هي نفس المميزات اللي فيه، وهو موتوسيكل تي في اس. التي في اس تحس ان هو ايه، الاخ التوأم كده بتاع البوكسر. تنزل على التي في اس هتلاقي شكل البوكسر، نفس قطع الغيار ممكن تركب عليه، نفس الميكانيكيه بتشتغل فيه، حتى نفس دوله المنشأ اللي هي الهند، نفس المكان، نفس كل حاجه. ليه انا بقى بفضله عن البوكسر؟ من الاخر لانه ارخص من البوكسر. لو انت مثلا نزلت اشتريت الموكسر، لو البوكسر ده ب 30,000 هتلاقي التي في اس هو ب 25,000 ب 26,000، ففرق 3 4000 جنيه 5000 جنيه. اللي هو ليه يا باشا الفرق؟ ما انت مش عارف ايه الفرق، بس عشان البوكسر فيه سمعه ومسمع اكتر فانت بتشتري اسم. لكن التي في اس دلوقتي بقى منتشر، وانت تشتريه لو انت بتفكر في البوكسر. طالما انت مقرر تنزل تشتري بوكسر، فانا برجح لك انزل اشتري التي في اس، هو نفس المميزات اللي هتاخدها في البوكسر. ويمكن انا بفضل شكله احسن شويه، فيه انسيابيه شويه في الشكل، وفي فرق سعر، في فرق 3 4 5000 جنيه انت اولى بيهم، لان ال 5000 جنيه دول انت بتتبهدل بيهم على الطريق وبتتعب علشان تجيبهم، فانت وفرهم في جيبك من الاول احسن ما تنزل تشتري البوكسر وتلاقي هي التي في اس. كده انا وضحت لك اهم 5 موتوسيكلات من وجهه نظري الشخصيه. انت ممكن تختلف او تتفق معايا، ولو انت عندك راي احسن من رايي اكتب لي في الكومنتات علشان ناخد وندي مع بعض. طبعا لو الفيديو ده عجبك او انت استفدت منه او ساعدك ان انت تختار موتوسيكل عشان تشتغل بيه او عشان تروح بيه مشاويرك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك بالقناه. اكتب لي تحت كومنت برايك او بالفكره اللي تحب نتكلم عنها في الفيديوهات الجايه، واسيبكم في رعايه الله، ونهاركم كله رزق وربنا يستر عليكم، وخلوا بالكم من نفسكم في الطريق. سلام.